يلا أعيد الفقرة الأولى. عندكم القاعدة الأولى اللي ممكن تجيكم عليها أسئلة مقالية، اللي هي قاعدة ال be able to. فقاعدة ال be able to استخدمناها للتحدث عن القدرة أو عدم القدرة. ممكن نستخدمها للتحدث عن شيء في المستقبل، أو ممكن نستخدمها للتحدث عن شيء في زمن الماضي. طيب متى نستخدمها للمستقبل؟ إذا كانت العبارة تدل على المستقبل. فإذا شفنا tomorrow تدل على المستقبل، تعني غدا، فحنستخدم will be able to. إذا كانت الجملة تدل على المستقبل حنستخدم ال will be able to. طيب إذا كانت تدل على زمن الماضي حنستخدم ال was able to مع الاسم المفرد، وال were able to مع الاسم في حالة الجمع، مع الاسم في حالة الجمع. الأمثلة كالتالي: A. حاتم فراغ take part in this competition tomorrow. لدينا tomorrow يعني حنستخدم ال will be able to. خليكم معي ثالث. B. علي فراغ skate better when he was 12. لدينا when he was 12 عندما كان عمره 12 سنة، يعني تدل على أي زمن؟ على زمن الماضي. طيب زمن الماضي قلنا يا إما نستخدم was able to يا إما were able to. متى نستخدم ال was able to؟ إذا كان مفرد. متى نستخدم ال were able to؟ إذا كان جمع. طيب سادس، أخذنا مراجعتكم قبل شوي، خلصنا الساعة 9، فحتلاقوها مسجلة على اليوتيوب. فهنا لدينا علي اسم مفرد، علي يحل محله ضمير الهي، يعني اسم مفرد. اسم مفرد يعني حنستخدم الواز. تمام. بعد الواز راح تأتي able، بعد الable حتأتي to. يلا ننتقل إلى C. They فراغ do difficult exercises when they were young. عندما كانوا صغار، عندما كانوا شباب. when تدل على الماضي، where تدل على الماضي، وthey اسم جمع، يعني اسم جمع حنستخدم ماذا؟ نستخدم where. where لأنه جمع. ثم able to. able to. طيب هنا نعمل مراجعة سريعة. متى حنستخدم الواز؟ اللي ناسي المعلومات هذه من الأساسيات. متى حنستخدم الواز؟ حنستخدمها مع الآي والهي والشي والإت والاسم في حالة المفرد. لما نقول اسم في حالة المفرد مثل دريم، مثل عبد الله، مثل علي، وهكذا. طيب الوير متى حنستخدمها؟ الوير نستخدمها مع الذي، الوي، وأيضا اليو، وأيضا الاسم في حالة الجمع. إيش يعني اسم في حالة الجمع؟ مثل سارة أند نورة، ريم أند محمد، هذه عبارة عن أسماء في حالة الجمع. طيب كذا خلصنا من القاعدة الأولى اللي ممكن تجيكم شكل مقالي. طيب نروح للقاعدة اللي بعدها. القاعدة اللي بعدها اللي هي قاعدة الاقتراح. وينها قاعدة الاقتراح؟ راح نلاقيها في هذا الجزء. الآن قلنا ثالث متوسط، تمام؟ ثالث متوسط. هنا عندكم طبعا هذه كلها شرحناها الأسبوع الماضي، يعني إذا تبغون الشرح بالتفصيل حتلاقوه في قناة اليوتيوب. أيضا في قناة التليجرام نزلت لكم ملفات تساعدكم وملخصات. الآن عندنا أسلوب الاقتراح، تمام؟ فهنا أعطانا نمبر 1 watch، وأعطانا a movie، أعطانا كلمة watch و a movie. إيش طلب مننا؟ قال لنا make a suggestions، قال لنا سوي اقتراح، سوي اقتراح. طيب إحنا الاقتراح عندنا طريقتين للتعبير عنه، عندنا طريقتين للتعبير عن الاقتراح. الطريقة الأولى هي أسهل واحدة، نقول let's، نجيب let's
ثم تاخذون الكلمة الأولى اللي أعطاكم هي watch، الفعل watch، ثم a movie، a movie. هذه طريقة الاقتراح بالطريقة الأولى، فأنتوا احفظوا الطريقة يعني اللي تشوفوها أسهل لكم. فهنا أول شيء جبنا let's يعني هيا، watch a movie دعونا نشاهد إيش؟ نشاهد الفيلم. الطريقة الثانية حشرح لكم هنا الطريقة الثانية أيضا. الطريقة الثانية حتكون مكونة من why، ثم بعد الواي تأتي don't، بعد الدونت راح يأتي الفاعل we. الآن بعد الفاعل حنجيب الكلمتين اللي أعطانا هي الفعل watch ثم a movie، تمام؟ فبعد الوي بعد الفاعل حنجيب watch. خليني هنا نغير اللون، هنا ما في مكان، نشيل هذه، تمام. الآن نكتب الإجابة، نكمل. بعد الوي هو قال لنا watch، حنجيب watch هنا كما هي، ثم a movie. طيب ثالث، كثيرين يقول إحنا فاهمين وإحنا ما أعرف إيش، لكن لما يجي الاختبار إحنا ما نقدر نحل. إيش السبب؟ السبب إنه ما تدربوا يدكم، لازم تدربوا يدكم. افهموا القاعدة، استعرضوا أسئلة ودربوا يدكم قد ما تقدروا. كل ما تدربتوا كل ما ثبتوا المعلومة. في اللي عنده إشكالية يقول أنا فاهم، يقلب الكتاب يقول أنا فاهم هذه وأنا فاهم هذه وأنا فاهم هذه، ويعدي يعدي يعدي، بعدين يجي الاختبار ما يقدر يحل. السبب إنه إيش؟ ما درب يده. في التمارين اللي نستعرضها للتدريب. طيب يصير عندكم هنا طريقتين للاقتراح. الطريقة الأولى هي استخدام let's يأتي بعدها الفعل اللي هو أعطاكم هو، بعدين مكملة الفعل. الطريقة الثانية استخدام why don't يأتي بعدها الفاعل ثم الفعل في صورته الأصلية ثم مكملة الاقتراح. فأنتوا عندكم طريقتين لعمل الاقتراح. الآن ننتقل إلى السؤال التالي. Why don't we have a garbage sale؟ هنا لدينا اقتراح، قال لنا لماذا لا. why don't هذه طريقة اقتراح. فهنا ابغاكم تقبلوا مرة الاقتراح ومرة هنا ترفضوا الاقتراح. إذا جاتكم في الاختبار accept the suggestion، ابغاكم تقبلوا الاقتراح. هنا عندكم عبارات في هذه الوحدة لقبول الاقتراح، مثل كلمة أوكي. احفظوا كلمة أوكي عشان تاخذوا درجة، أو that's a good idea، أو كلمة sure، أو alright، أو that sound good. فأنتوا عندكم كذا عبارة، فأنتوا احفظوا لكم أسهل واحدة عليكم وتكتبوها في الاختبار. فإذا قال لكم accept the questions اكتبوا واحدة من هذه، فأنتوا احفظوا واحدة منها. طيب إذا قال لكم refuse the suggestion ارفض الاقتراح، هنا تحفظون واحدة من هذه العبارات، مثل sorry I can't أو let's instead، تحفظون واحدة منها. فأسهل لكم sorry I can't. أوكي، فهنا عندكم اقتراح وطلب منكم مرة تقبلوا ومرة ترفضوا الاقتراح. فهذه تحفظوا عبارة للقبول وعبارة لرفض الاقتراح. يلا ننتقل إلى السؤال هذا. السؤال هذا مرة مهم، وفي نفس الوقت إذا فهمتوا الفكرة بإذن الله راح تقدروا تحلوا. هذه متعلقة في هذه الجزئية، يعني الجزئية هذه ناخذ بالنا. ممكن تجينا ماذا؟ مقالي. طبعا إذا جاتنا مقالي بإذن الله راح تتمكنوا من الحل. إذا دربتوا يدكم بإذن الله حتتمكنوا من الحل. مرة سهلة وبسيطة، بس تحتاج تركيز. يلا أولا يا تيتشر راح نحل السؤال على كذا محاولة، على كذا step. Complete the tag questions. أكمل السؤال المذيل. Hind didn't buy the cups. إيش يهمنا؟ أول خطوة زي ما علمتكم، أول خطوة تشوفون هل الجملة مثبتة أم منفية. لاحظوا هنا الجملة فيها not. إذا كانت الجملة منفية حيكون السؤال المذيل مثبت، يعني ما حيكون فيه له not. يصير إذا كانت الجملة منفية السؤال راح يكون مثبت. طيب الخطوة الثانية اللي علمتكم، شوفوا هل عندكم فعل مساعد.
نشوف هند didn't. نعم عندنا فعل مساعد وهو الديد. الديد هنا فعل مساعد. هنا ننتقل إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة نعمل مقص بين الفعل المساعد والفاعل. حنعمل مقص للديد والفاعل. هنا الفاعل هند اسم مفرد يحل محله ضمير الشيء لأنه اسم مؤنث. الآن نجيب الفعل المساعد بعدين نجيب الفاعل. يلا مين الفعل المساعد؟ هو did، فهنا راح نضع الديد. مين الفاعل؟ الفاعل هو هند. هند هنا نحولها إلى شي لأنها اسم مفرد. كذا أصبحت الإجابة did she. يصير الأسئلة المذيلة نحلها على عدة خطوات. إذا اتبعتوا الخطوات بشكل صحيح بإذن الله حتوصلوا للحل بشكل صحيح. طيب نروح إلى بي. يلا دانا is a nurse. دانا is a nurse. أول خطوة نسأل نفسنا هل الجملة هذه مثبتة أم منفية؟ هذه الجملة مثبتة أم منفية؟ إحنا هنا جملة مثبتة، يعني إجابتنا راح تكون فيها not. حلو، جملة مثبتة الإجابة حقت السؤال المذيل يكون العكس، يكون منفي. طيب الخطوة الثانية، هل عندنا فعل مساعد؟ نعم عندنا فعل مساعد. من هو الفعل المساعد؟ هو الإز. عندنا الإز فعل مساعد. أهلا يا الإز. الخطوة الثالثة نعمل عملية مقص بين الفعل المساعد وبين الفاعل اللي بدأت فيه الجملة. طبعا بدأ باسم دانا، يلا نحول دانا إلى ضمير. دانا اسم مفرد مؤنث يعني راح يحل محله ضمير الشيء. إيش حتكون الإجابة؟ إيش حتكون الإجابة؟ الإجابة راح تبدأ بفعل مساعد. هنا راح نجيب مين؟ راح نجيب الإز، نشبكها مع النوت، ثم نجيب الشي. نحصل على isn't she. isn't she. شايفين كيف سهلة؟ أول شيء نجيب الفعل المساعد ثم الفاعل، ولازم الفاعل اللي بدأت فيه الجملة يكون معانا نفسه في السؤال المذيل. إذا كانت الجملة مثبتة السؤال المذيل حيكون منفي. إذا كانت الجملة منفية حيكون السؤال المذيل مثبت، يعني عكس بعض. يلا ننتقل إلى C. She works in a bank. هنا بحط نجمة، هذه نحط عندها كذا نجمة. إيش رأيكم؟ هذه فيها فكرة، هذه نحط عندها نجمة. يلا هنا عندنا فكرة. She works in a bank. أول سؤال نسأل نفسنا إيش؟ نسأل نفسنا هل الجملة مثبتة أم منفية؟ إيش رأيكم؟ جملة مثبتة أم منفية؟ قناة اليوتيوب حتلاقيها في البايو، يا عين حتلاقيها في البايو. ثالث متوسط جالسين نناقش الأسئلة المقالية المهمة. أوكي الآن ممتاز، الجملة مثبتة يعني السؤال راح يكون فيه له إضافة إيش؟ حيكون فيه له إضافة النوت. نحط النوت من بدري عشان ما ننساها. يلا الخطوة الثانية، هل عندنا فعل مساعد؟ هل يوجد فعل مساعد؟ She works in a bank. لدينا فعل أساسي بس ما عندنا فعل مساعد يا تيتشر. طيب إذا ما كان عندنا فعل مساعد إيش راح نسوي؟ إذا ما كان عندنا فعل مساعد راح نستعين بأصدقائنا الثلاثة الدو والداس والديد. إذا ما كان عندنا فعل مساعد حنستعين بأصدقائنا الثلاثة الدو والداس والديد. نكلمهم، نبي فزعة، إحنا ما عندنا فعل مساعد، نبي أحد يفزع لنا. طبعا الدو والداس والديد راح يسألونا سؤال. أول شيء إيش زمن الجملة؟ راح يسألونا سؤال يقولون إيش زمن الجملة؟ راح نقول لهم زمن الجملة. كيف نحدد زمن الجملة؟ نحدده من الفعل. فهنا works فعل في زمن المضارع البسيط. كيف عرفنا انه في زمن المضارع البسيط؟ لانه اخذنا انه الفعل في زمن المضارع البسيط يكون في التصريف الاول، ممكن يكون نظيف او يكون في له اضافة الاس، فهنا يوجد اضافة الاس. هنا الديد راح تقول انا اسفة راح انسحب، انا ما انفع للمضارع، انا للماضي. يتبقوا عندنا مين؟ يتبقوا عندنا الدو والدز.
الدو والداز هذولي متعلقين في المضارع، هذولي أصدقاء المضارع. طيب متى نستخدم الدو؟ لضمائر معينة، ضمير الآي، ضمير الوي، ضمير اليو، ضمير إيش أيضا؟ ضمير الذي. طيب أما الداز تأتي مع الشي والهي والإت، فإحنا لدينا الشي من صديقتها؟ صديقتها الدز، فالآن رح نجيب الدز، نجيبها ونشبكها مع النوت. طيب حددنا الآن الدز، صارت doesn't، نجيب الفاعل، الفاعل نفسه اللي بدأت فيه الجملة شي، خلاص نحط هنا شي. يصير إذا ما كان عندنا فعل مساعد راح نستعين بالدو والدز والدد. طيب يا أصدقائي إذا ما كان زمن المضارع راح ناخذ الدد. طيب إذا كان الزمن مضارع راح ناخذ يا دو يا دز على حسب الفاعل الموجود. يلا ننتقل إلى دي. علي doesn't have a car. أول سؤال، أول خطوة نسأل نفسنا يا ثالث، ما نوع الجملة؟ مثبت أم منفي؟ لدينا علي doesn't، مثبت أم منفي؟ ها يا أصدقائي ليش معلق؟ طيب جربوا الآن، البث تمام ولا معلق؟ اشتغل؟ طيب إذا علق اكتبوا لي لأنه أحيانا تسوي حركات. يلا حلو. علي doesn't have a car. أول خطوة نسأل نفسنا إيش نوع الجملة؟ منفية. إذا كانت منفية السؤال ما حيكون فيه لونات، حيكون مثبت. طيب الخطوة الثانية، هل يوجد لدينا فعل مساعد؟ قلنا ثالث متوسط. أنا كاتبت لكم، هل ظهرت لكم كلمة ثالث متوسط؟ أنا كاتبة، أتوقع أن كاتبت لكم شرح وحل الأسئلة المقالية ثالث متوسط. ظهرت لكم العبارة هذه ولا لا؟ سادس خلصنا، الساعة 9 خلصنا. لا ما هي موجودة، غريبة. دقيقة خلينا نشوف إيش المشكلة. طيب الحين شوفوا لي ظهرت ولا لا؟ شوفوا لي العبارة ظهرت؟ موجودة؟ خلاص موجودة. المفترض انكم تقرأوا انه مكتوب ثالث متوسط وخلاص، يعني بدل الشوشرة اللي ما لها داعي. ننتقل الى دي. قلنا ان الجملة مثبتة، عفوا الجملة منفية فيها not، يعني السؤال راح يكون مثبت. الخطوة الثانية، هل يوجد لدينا فعل مساعد؟ نعم، وهو الدز، فنعمل للدز وعلي مقص. طبعا علي اسم مفرد يحل محله ضمير اللي هي. الآن الدز تجي أولا، ثم بعد الدز نحط بدل علي هي، حتصبح الإجابة does he. يلا الآن يا ثالث ننتقل إلى أي. They aren't football players. ما نوع الجملة؟ نوع الجملة منفي، يعني السؤال المذيل حيكون مثبت. السؤال الثاني نسأل نفسنا، هل يوجد فعل مساعد؟ نعم، وهو الآر. حنعمل بين الآر والذي مقص، حتأتي الآر أولا ثم الذي، فيصبح are they. يلا نمبر أو letter F نضع عنده نجمة. هنا عندنا فكرة، يلا هنا نجمة فكرة. You traveled to طايف last weekend. ما نوع الجملة؟ مثبت أم منفي؟ حتلاقوه في قناة التليجرام، الرابط في البايو. الجملة مثبتة أم منفية؟ مثبتة. ممتاز، مثبتة، يعني إجابتنا حتحتوي على إيش؟ حتحتوي على إضافة النط، فهنا رح نضع النط. نثبت النط في البداية إذا كانت منفية، إذا كان منفي السؤال نثبتها من البداية عشان ما ننساها. الخطوة الثانية نسأل نفسنا، هل يوجد لدينا فعل مساعد؟ You traveled to طايف last weekend. هل يوجد لدينا فعل مساعد؟ لا، ما عندنا فعل مساعد، صح؟ يلا نستعين بأصدقائنا الثلاثة، نستعين بالدو والداز والدد، نعمل مكالمة. مين راح يفزع لنا؟ راح يسألونا السؤال. زمن الجملة نحدده من الفعل، فهنا traveled فعل في التصريف الثاني.
وهنا last تدل على الماضي. يعني ماضي بسيط، راح نقول لها ماضي بسيط. الدو والداز راح يعتذروا يقولوا مع السلامة، احنا نخص المضارع، فتبقى معانا الديد. نجيب الديد نلصقها مع النوت فتصير didn't. بدأت العبارة باليو، فاليو أيضا نجيبها في السؤال، فنحصل didn't you، فنحصل على didn't you. يصير الأسئلة المذيلة تحاولوا إنكم تحلونها وإنتم مروقين، يعني ما تستعجلوا في الإجابة عشان تضمنوا درجة. تمام، تضمنوا درجة. طبعا هي سهلة وبسيطة، تحلوها على خطوات. الخطوة الأولى تسألوا نفسكم إيش نوع الجملة. إذا كانت الجملة تحتوي على not حتكون يكون السؤال المذيل مثبت. إذا ما كانت تحتوي على not راح تحطون not في السؤال المذيل. أوكي، راح تحطون في السؤال المذيل not. زي number أو زي letter B و C و F، جمل مثبتة راح نضيف النوت. طيب الخطوة الثانية نسأل نفسنا هل يوجد لدينا فعل مساعد؟ إذا وجد عندنا فعل مساعد حنعمل عملية مقص ونطلع الإجابة. طيب الآن ننتقل إلى حاجة أخرى. قبل لا ننتقل إلى القاعدة اللي بعدها، كيف أموركم مع الأسئلة المذيلة؟ هاي ثالث متوسط، ثاني وثالث، ثاني أول متوسط مراجعتكم مسجلة على اليوتيوب. راجعت لكم آخر شيء كانت قبل يومين، فالآن بس بركز على المركزي. واضحة. طبعا إذا شفتوا إنها سهلة وواضحة لازم بعد المراجعة تطبعوا الملخص وتحلوه بنفسكم. كل ما دربتوا يدكم كل ما تطورتوا بإذن الله وحليتوا بشكل صحيح. اللي ما سوى لنا إضافة يسوي لي إضافة عشان يستفيد معانا في الصيفي. إن شاء الله الصيفية نعطيكم كذا دورة حلوة نفسكم. يلا تعالوا ناخد شيء آخر. الآن خلصنا من الوحدة رقم 7. عرفنا إيش الجزئية اللي تيجي مقالي منها. نروح اللي بعدها عندكم الادفيرب of manner. هذه مهمة وتجي مقالي. يلا نبدأ. write the sentences using adverb of manner. إذا شفتوا إنه عندكم adverb of manner يعني حيديكم جملة فيها صفة ويبغاكم تحولوا الصفة إلى حال. تمام؟ مسجل البث؟ لا والله ما سجلته، نسيت، بس راح أعيده بكرة الساعة 8:30 أو 8:45 دقيقة كذا، راح أرجع أعيده معاكم. يلا ننتقل إلى هذا الجزء. الآن أعطانا جملة، قال لنا رنا هو الفاعل، is الفعل، acquired هي صفة adjective، talker اسم. تمام، أبغاكم تقسموها بهذا الشكل، تقولوا رنا فاعل، is فعل، acquired صفة، talker اسم. إيش حنسوي؟ الخطوة الأولى راح ننزل الفاعل كما هو، رنا، ننزل رنا كما هي. الخطوة الثانية حنعمل مقص بين الاسم والصفة، نبدل بين أماكنهم، نعمل مقص بهذا الشكل، يعني نبدل بين أماكنهم. الآن الاسم معلومة، حنطلع منه الفعل الأساسي، فهنا talker حنشيل منها ER ونجيبها بدون ER، حننزلها كذا talk بدون ER. الآن رنا اسم مفرد، الاسم المفرد في زمن المضارع راح يضيف اس في الفعل، فهنا ليش أضفنا اس؟ لأنه مضارع بسيط، والمضارع البسيط مع الاسم المفرد نضيف اس. الخطوة اللي بعدها من الصفة acquired، من الصفة نطلع الحال، من الصفة نطلع الحال. إيش يعني من الصفة نطلع الحال؟ فacquired إحنا أخذناها إنه إذا نبي نحولها إلى حال نعمل لها إضافة الواي، فهنا acquired تنزلوها بهذا الشكل acquired وتعملوا لها إضافة الواي.
الآن أصبحت الجملة بهذا الشكل. Rana talks quietly. شايفين كيف سهلة وبسيطة؟ يلا ناخذ جملة أخرى. عمر is reckless driver. إيش حنسوي؟ ننزل الفاعل كما هو. الخطوة الأولى ننزل الفاعل. الخطوة الثانية لدينا reckless ودرايفر. reckless هي الصفة ودرايفر هي الاسم. نعمل لهم مقص، نعمل مقص بين الاسم والصفة. من الاسم نشتق ايش؟ الفعل. فهنا درايف نشيل منها الار، نحرمها الار، فننزل هنا درايف. طيب عمر اسم مفرد، فعمر راح يضيف اس في الفعل لأنه لدينا مضارع بسيط. تمام، لدينا مضارع بسيط. الآن من الصفة reckless راح نجيب الصفة. الخطوة اللي بعدها راح نجيب الصفة نكتبها كما هي، ونعمل لها فقط إضافة ly عشان تصبح حال. هنا عملنا للصفة إضافة ly عشان تصبح ماذا؟ الحال. بعيدها مرة أخرى بس خليني أخلص تكملة. تمام، الآن انتهينا من هذه الجملة. نروح اللي بعدها سي. ناصر is a good player. ناصر اسم مفرد، فهنا ننزل ناصر. الفاعل ننزل الفاعل كما هو. الآن الخطوة الثانية نحدد إنه good هي عبارة عن صفة، وبلاير عبارة عن إيش؟ بلاير عبارة عن اسم. فنعمل للجود وبلاير مقص، نبدل بين أماكنهم. حلو، نبدل بين أماكنهم. فبلاير نشيل منها الإي آر ونطلع منها الفعل الأساسي. هنا play وناصر يعطي اس في الفعل لأنه اسم مفرد. good تتحول إلى will. good تتحول إلى ماذا؟ إلى will. good تتحول إلى will. طيب هنا عندكم شرح بسيط. ليش سويتي العملية إكس؟ الحين حشرح لك ليش، بس أصبري علي. هنا يقول لنا نأخذ الكلمة الأخيرة التي هي فعل مثل talker ودرايفر ونحولها لفعل عادي. فهنا مثلا talker هي عبارة عن اسم، نشيل منها الإي آر عشان تصبح ماذا؟ تصبح فعل. ودرايفر نشيل منها الآر ونضيف لها اس عشان تصبح فعل مع الاسم المفرد. الصفة ونضع في نهايتها الواي عشان تصبح ماذا؟ تصبح حال. الكلمة good هي كلمة إذا نبي نحولها إلى حال تصبح إلى will. هذه وين موجودة يا تيتشر؟ موجودة في هذا الجزء، بشرح لكم من الكتاب عشان تستوعبونها. يقول لكم الادفيرب of manner نشتقها من الصفة. فهنا slow تعني بطيء وهي صفة، لما نبي نحولها إلى حال تصبح slow ونعمل لها إضافة ly فتصبح slowly ببطء. الصفة في اللغة الإنجليزية تصف الاسم، والحال في اللغة الإنجليزية يصف الفعل. تمام، يصف الفعل. فهنا يا أصدقائي عندنا أحوال تنتهي ly مثل slowly، مثل quickly، مثل carefully. لاحظوا هذه تنتهي ly لأنها منتظمة. يصير quick هذه عبارة عن صفة، لما نبي نحولها إلى حال نجيب quick كما هي ونعمل لها إضافة ly عشان تصبح حال. أيضا careful نفس الفكرة. careful هي عبارة عن صفة، عشان نحولها إلى حال يا أصدقائي حنعمل لها إضافة ly. طبعا الصفة تصف الاسم في اللغة الإنجليزية والحال يصف الفعل.
طيب في صفات، يقول لنا في صفات بعض الأحيان الصفات والأحوال لها نفس الصورة، لها نفس الصورة. إيش يعني لها نفس الصورة؟ يعني مثلا لدينا fast، هذه عبارة عن صفة، صورتها في الحال نفسها زي ما هي، ما حتتغير. فهنا تحفظوا إنه fast إذا كانت صفة أو حال نفس الصورة. أيضا لديكم hard نفس الفكرة، إذا كانت صفة أو كانت حال لها نفس الصورة. يعني هنا ما نضيف لها ال y، لا تبقى نفس الصورة. أوكي، عندكم good إذا كانت صفة نقول good، لكن لما نجي نحولها إلى حال good تصبح ماذا؟ تصبح will. تصبح ماذا؟ will. فأنتوا هنا مهم تعرفوا إنه في أحوال تنتهي بال y مثل slowly, quickly, carefully. وأيضا لازم تعرفوا إنه في صفات وأحوال لها نفس الصورة مثل fast, hard. أما good إذا نبي نحولها إلى حال تصبح ماذا؟ تصبح will. طيب هذه أول خطوة لازم تعرفونها، تمام؟ الخطوة الثانية في الاختبار لازم تعرفوا إذا مثلا أعطاكم التيتشر هذه الجملة he is a fast driver. fast هنا عبارة عن صفة. ليش؟ لأن الصفة في اللغة الإنجليزية تأتي قبل الاسم. هنا driver اسم، تمام؟ لكن he drives fast، drives هنا عبارة عن فعل، ومين يجي بعد الفعل؟ الحال. يصير الصفة تصف الاسم، لكن الحال يصف الفعل الأساسي، يصف الفعل الأساسي. طيب هذه معلومات مهمة لابد أنكم تعرفونها. طيب الخطوة الأخيرة اللي أبغاكم تعرفونها، تجي أسئلة مقالية يعني في الاختبار. هذه الجملة أنتوا اللي راح تكتبونها، هذه الجملة اللي الحين راح أخفيها هذه أنتوا راح تكتبوها في الاختبار، هذه أنتوا اللي مطالبين تكتبوها في الاختبار. فهو راح يديكم الجملة الأولى اللي فيها صفة، تمام؟ ويقول لكم اكتبها مرة أخرى، اكتبها مرة أخرى ولكن بالادفيرب اوف مانر. ايش تسووا اول خطوة؟ الخطوة الاولى تنزلوا الفاعل كما هو، فهنا هي الفاعل، تمام؟ فتنزلوا الفاعل كما هو. الخطوة الثانية تقولوا انه fast عبارة عن صفة ودرايفر اسم، وتكتبوا لنفسكم ملاحظة وانتوا تذاكروا الصفة نشتق منها الحال، والاسم راح نشتق منه الفعل الأساسي. طيب هذه معلومات مفروض بديهية انكم عارفينها. الخطوة اللي بعدها حتعملوا مقص للاسم والصفة، يعني تبدلون بين أماكنهم، تمام؟ هذا الخطوة الثالثة تعملوا مقص. الخطوة الأخيرة تأخذوا من كلمة driver الاسم driver وتشتقوا مين؟ تشتقوا الفعل الأساسي، تشتقوا الفعل الأساسي، تشيلوا هنا الآر، تمام؟ تحذفوا الآر فتنزلوا drive، وهنا حتعملوا إضافة الإس. ليش؟ لأنه الفاعل اسم مفرد، فيضيف الاسم المفرد في زمن المضارع اس في الفعل. الخطوة اللي بعدها الآن من fast تطلعوا الصفة. طبعا قلنا fast من الكلمات اللي راح يكون لها نفس الشكل إذا كان صفة أو حال، فهنا fast تنزل كما هي. ليش؟ لأنه هنا قلنا fast صورتها في الصفة والحال زي ما هي، ما حتتغير. طيب نروح اللي بعدها، نتدرب هنا كمان. يصير في الامتحان حيديكم he is a hard worker، وهذه راح يخفيها، انتوا اللي راح تكتبونها، تمام؟ هذه انتوا اللي راح تكتبونها. امسحها كليا. يلا الخطوة الأولى إيش قالت التيتشر؟ ننزل الفاعل كما هو، ننزل الفاعل كما هو. مين الفاعل؟ الفاعل هو هي، فتنزل الهي هنا. الخطوة الثانية حنعمل مقص بين، احنا خلاص عرفنا ان الصفة نطلع منها الحال والاسم نطلع منه الفعل. الخطوة الثانية حنعمل مقص نبدل بين اماكنهم. الان worker راح نشيل منها ER، نحرمها ER، تمام؟ فنجيب هنا work الفعل. الآن الفعل هذا لأنه عندنا الهي حنسوي له إضافة اس.
طيب الخطوة الأخيرة الآن من الصفة نطلع مين؟ من الصفة راح نطلع الحال. الآن قلنا hard، من المعلومات اللي قلنا hard إذا كانت صفة أو حال حتبقى كما هي. الآن هنا حنحط hard. كده خلصنا كتابة الجملة. ناخذ تدريب آخر. الآن عندكم هذه. واضحة؟ أكمل؟ هاي ثالث، واضحة؟ بسم الله. أكمل؟ أوكي. يلا هنا عندنا he is a good player. يلا الخطوة الأولى خلينا نمسح هذه. الخطوة الأولى نطلع الفاعل، ننزل الفاعل كما هو. الفاعل اللي بدأت فيه الجملة هي، خلاص نحط هي. الخطوة الثانية عرفنا إنه الصفة نطلع منها الحال والاسم نطلع منه الفعل. حنعمل لهم مقص نبدل بين أماكنهم. play نشيل منها ال er فننزلها play بهذا الشكل. طبعا الهي راح يضيف اس في الفعل. ليش؟ لأنه الهي في زمن المضارع يكون الهي يحط اس في الفعل. الخطوة الأخيرة اللي هي good لما نيجي نحولها إلى حال حتصبح will. يصير هنا تحفظوا إنه good تصير إيش؟ تصير will. فهنا أصبحت he plays well. بس إذا فهمتوا الفكرة تحتاجوا إيش؟ تحتاجوا تتدربوا أكثر. هذا اللي تحتاجوه. طيب الدردشة ليش ما عاد تطلع لي؟ أصبروا، وين ذهبتوا يا أصدقائي؟ ها كيف الأمور الآن معكم؟ إن شاء الله تمام؟ طيب وين صندوق الدردشة اختفى؟ لا إله إلا الله. تمام. يلا هنا حاحط لكم واطمن عليكم. تمام. كيف معاكم القاعدة؟ سهلة يا ثالث؟ لا ما حيكون صعب إن شاء الله بإذن الله. ذاكروا انتوا، سووا اللي عليكم بإذن الله راح تجتازوا بكل سهولة. لا احنا الآن ثالث، طبعا ثاني متوسط يعني في أفكار، يعني القاعدة اللي شرحتها تو كمان ثاني أخذوها هذا الترم، يعني في أفكار مشابهة. اللي ثاني متوسط يقول هذه القاعدة أخذناها، صحيح أخذتوها، يعني في أفكار مشابهة. أوكي خلاص خلصنا الجزء هذا. نروح اللي بعده. يلا اللي بعده اللي هي عندنا نقل الطلبات والأوامر. عندكم هذه نقل الطلبات والأوامر أيضا مهمة، ناخذ بالنا اللي هي هذه الجزئية، نقل الطلبات والأوامر. يلا خليني أشرحها لكم. أول حاجة تعرفوا إنه الريكوست طلب، الطلب يبدأ بكان أو could أو will أو would. عندكم أيضا الكومنتس اللي هي الأوامر تبدأ بفعل، تمام؟ تبدأ بفعل. فلازم تفرقوا بين الطلب وبين الأمر عشان تقدروا تحلوا، تمام؟ يلا الخطوة هذه مثلا هو يجيب لكم في الاختبار هذه العبارة، حلو؟ يجيب لكم هذه العبارة يقول لكم Can you help me? My mother asked me. هل تقدر تساعدني؟ أمي طلبتني. طيب احنا الخطوة الأولى نجيب الفاعل، أول خطوة نجيب الفاعل. الخطوة الثانية بعد الفاعل مين راح نجيب؟ راح نكتب يا كلمة ask يا حنكتب told. بعد الفاعل راح نكتب يا asked يا told. متى نكتب asked؟ إذا كان عندنا أمر، إذا كان عندنا أمر موجود راح نكتب asked. إذا كان عندنا أمر راح نكتب told. فلازم تعرفوا متى حنكتب told،
متى حنكتب asked. طيب بعد ذلك راح يأتي اسم أو ضمير مفعول به، راح يأتي ضمير مفعول به. ثم بعد ذلك صيغة المصدر، صيغة الانفينيتيف، صيغة المصدر. صيغة المصدر تكون to، تحتوي على to متبوعة بفعل. to متبوعة بماذا؟ بفعل. طيب شوفوا لي الآن. Can you help me? My mother asked me. الآن my mother هي الفاعل، فننزل الفاعل. طبعا can you help me هي عبارة عن طلب. إذا كان عندنا طلب حنستخدم asked، ثم بعد ذلك نجيب المفعول به me، ثم بعد ذلك الفعل نبحث عنه اللي هو help. تمام. فالفعل راح يكون قبله to، ثم بعد التو نضع الفعل، ثم نجيب التكملة her. فبيقول ما أمي طلبت مني أن أساعدها، طلبت أمي أن أساعدها. نروح اللي بعده turn right said عمر to his brother. هنا turn right نعطف إلى اليمين، قالها عمر لأخوه، مين الفاعل؟ الفاعل هو عمر، فنجيب عمر. طيب إذا كان عندنا أمر turn right، الأمر يبدأ بفعل. إذا كان لدينا أمر راح نجيب told، راح نجيب ماذا؟ told. بعد الفاعل نجيب told. طيب هنا بنتكلم، بنقول عمر قال لأخوه، هنا his brother لأنه قال لأخوه، حنقول عمر told his brother. نتدرب، نرجع لهذا الجزء وتعالوا نتدرب. طيب اللي لسه ما وضحت معاه إن شاء الله الآن توضح معاه. يقول لنا report the request and comments. هنا يبغانا نعد الكتابة، نقل الكلام أو الأمر. أول شيء A، ندى clean the room. ندى clean the room. يقول لنا ندى قالت نظف الغرفة. طيب clean the room أمر ولا طلب؟ clean the room أمر أم طلب؟ هيا ثالث. أمر. ليش أمر؟ الأمر يبدأ بفعل يا تيتشر، الأمر يبدأ بفعل. يلا أول خطوة إيش حنسوي؟ ننزل الفاعل. إحنا قلنا أول شيء يجي فاعل، بعد الفاعل يا كلمة ask يا كلمة told. طبعا إحنا عندنا أمر، الأمر ياخذ told، ثم يأتي المفعول به. بعد المفعول به يكون عندنا to متبوع الفعل الأساسي. يلا الآن ندى، ننزل الفاعل ندى. قلنا clean the room أمر حناخذ told. فهنا بنقول ندى قالت لي. كيف نقول ندى قالت لي؟ me. اوكي me. اوكي ندى told me. الآن نجيب التو، والتو يأتي بعدها الفعل. هنا الفعل لدينا clean the room، حننزل بعد التو clean the room. شايفين كيف سهلة وبسيطة؟ ندى told me to clean the room. جبنا الفاعل، ثم جبنا told لأنه لدينا أمر، ثم المفعول به me، ثم جبنا التو وأخذنا الفعل نفس الموجود في الأمر clean the room ونزلناه بعد التو. يلا ننتقل إلى B. ريما don't open the window. ريما قالت لي لا تفتح النافذة. فهنا don't open the window أمر ولا طلب؟ أمر أم طلب؟ أحسنتم أمر. طيب أولا حننزل مين؟ الفاعل. ممتاز. مين الفاعل؟ اللي هي ريم. حننزل ريم الآن.
قلنا أمر حنجيب told، فبنقول ريم قالت لي، المفعول به حيكون مي. طيب بعد المي نجيب، طبعا هنا مكتوب don't فنجيب النوت، بعد النوت نجيب التو، بعد التو رح ناخذ open the window، هننزل open the window. ها واضحة يا ثالث؟ الملف زي ما قلت لكم حيكون في قناة التليجرام موجودة في البايو. حلو، يلا خلصنا الآن. ريم told me not to open the window. يصير إذا كان عندنا don't، إذا عندنا don't نجيب النوت قبل التو، نجيب النوت قبل التو. ننتقل إلى سي. حنان can you carry the bag؟ ها can you carry the bag هذا أمر ولا طلب؟ حنان احملي الحقيبة. ها لدينا طلب، إذا طلب حنستخدم كلمة ask بعد الفاعل. يلا حننزل الفاعل الآن حنان، بعد حنان نجيب ماذا؟ نجيب ask. ليش ask هذه المرة؟ ليش ما هي told؟ لأنه لدينا طلب، فبنقول حنان طلبت مني أن أحمل الحقيبة، وهنا asked me المفعول به me. الآن نجيب التو، بعد التو نجيب الفعل. فإيش الفعل؟ carry the bag اللي هي حمل الحقيبة، carry the bag. فهنا بعد التو نجيب carry the bag. ها كيف معاكم الوضع؟ الله يصلحكم يا سادس كذا يدخلون بالعرض شايلين هم الإنجليزي. يا تيتر نبغى حصة مدري إيش. المشكلة إني معطيتكم اليوم، أعطيتكم من 7:30 إلين 9، يعني الليلة كاملة كلها سادس، حيزعلوا ثالث. تكفون يعني، حتلاقوها مسجلة بعدين في شو اسمه في اليوتيوب. أدري إنكم شايلين هم، بس بكرة بإذن الله حيكون عندكم كمان حصة. بنات تفتح بكرة حق 3 متوسط، بكرة حفتح رابع وخامس وسادس وأيضا 3 متوسط. الجدول حنزله على قناة التليجرام. تمام، بكمل. المهم هذه الجزئية لازم تفهمونها عشان تجمعوا درجات. كثيرين شايلين هم التعبير، خلاص التعبير خلوه، اضمنوا درجات شو اسمه الأسئلة المقالية، أسئلة القواعد، أسئلة النص المقروء. أوكي، أهم شيء تجيبوا لنا درجة النجاح. أوكي، قناتي حتلاقي رابطها في البايو. وين الحصة تنزل؟ حتنزل في اليوتيوب، حتلاقين الرابط في البايو، حطيت لكم جميع الرابط في البايو. التعبير راح انزل لكم فيديو من اعداد استاذ عوضة عشان تجمعون كذا درجة. يلا الان يا تيتشر خلونا نروح للسؤال اللي بعده. قربنا نخلص. يلا السؤال اللي بعده 3. Can you help me؟ هنا يا تيتشر عندنا أمر، فنرجع الآن للأمر في الكتاب. الأمر في اللغة الإنجليزية يا إما يقبل يا إما يرفض. فهنا مطلوب منكم يا ثالث تحفظوا عبارة لقبول الطلب، مثلا تحفظوا sure, no problem أو of course، واحدة منهم وتكتبوها. أو إنكم تحفظوا في الرفض sorry I can't أو not now I'm busy. فهنا عندكم عبارتين لقبول الطلب وعندكم عبارتين لرفض الطلب. فاحفظوا عبارة واحدة لقبول الطلب وعبارة واحدة لرفض الطلب عشان لو جاتكم في الامتحان تقدروا انكم تضمنوا الدرجة. فهنا قل لكم can you help me، مرة طلبكم agree، مرة طلبكم refuse. مثلا الموافقة تكتبوا of course، والرافض عندكم عبارتين اللي هي sorry I can't، مثلا تكتبوا هنا sorry
I can't. اوكي، يصير هنا تحفظون عبارة للرفض وعبارة لقبول الطلب. اللي تبغى تعابير تضيف لي SAF، أفيدينا يا SAF، إيش التعبير اللي راح تدير البنات؟ قصدكم تبغون تعبير شامل؟ والله شوفوا الشامل، الترم الماضي في طالبة كتبت تعبير شامل في الاختبار وجابت درجة واحدة، فالتعبير الشامل ما راح يضمن لكم درجة، ما راح يضمن لكم درجة. تبغى متابعين؟ الله يرزقهم متابعين. بس يعني شوفوا التعابير الشاملة اللي وصلت لحد الآن يعني ممكن إذا حفظتوها بتاخذون درجة واحدة، لأنه التعبير الشامل يكون على كل تعبير في الكتاب جملة واحدة، فهمتوا؟ جملة واحدة، فلو جاكم تعبير معين يعني حتحصلوا على درجة. عندي 10 تعابير. طيب أنا منزلت لكم تعابير على كل وحدة، كلها موجودة في قناة التليجرام، بس تعبير شامل أنا ما أيد. طيب تعبير شامل ممكن صحيح. يلا يا تيتشر، خلصنا من الجزء هذا، نروح للجزء اللي بعده. يلا الجزء اللي بعده سهل وبسيط. الحين احنا وصلنا يونت 9. لا يونت 9 بلاش، نروح يونت 10. أيوة عندكم هذه الجزئية مهمة، يعني ممكن تجيكم فراغات، فهنا مهم تعرفوا السو ذات متى نستخدمها. السو ذات نستخدمها إذا كان عندنا صفة فقط، والسو ذات نستخدمها إذا كان عندنا حال فقط. فهنا لاحظوا في هذا المثال he is so fast that، فهنا أتت قبل الذات صفة فاستخدمنا السو. هنا he ran so fast that he won the race، هنا استخدمنا so لأنه أتى قبل الذات حال. فيصير مهم تعرفوا إذا تبغوا تحددوا الإجابة so تشوفوا إيش قبل الذات، إذا أتى قبل الذات صفة أو حال تستخدموا السو. ننتقل إلى so many و so much، ثم اسم ثم ذات. هنا مهم تعرفوا إنه so many متى نستخدم so many؟ إذا كان عندنا اسم معدود، يعني نقدر نعده بالأرقام يكون منتهي بإس الجمع. متى حنستخدم so much؟ so much حنستخدمها إذا كان عندنا اسم غير معدود. إيش يعني اسم غير معدود؟ يعني ما نقدر نعده بالأرقام. طيب شوفون المثال الأول he has so many. ليش هنا so many؟ لأنه أتى قبل الذات كلمة box، وكلمة box اسم معدود، يعني كتب نقدر نعدها بالأرقام وفيها اس الجمع. خلاص اسم معدود نستخدم so many. لكن المثال اللي تحته I have so much، ليش هنا so much؟ لأنه أتى قبل الذات كلمة homework، وكلمة homework اسم غير معدود. الاسم الغير معدود نستخدم معه so much. طيب ننتقل إلى such. متى نستخدم such يأتي بعدها صفة واسم، صفة واسم. متى نستخدم such؟ إذا أتى عندنا صفة واسم. مثال it was such a difficult test that. هنا يا تيتشر ليش استخدم such؟ لأنه أتى قبل الذات صفة واسم، difficult صفة وتست اسم، فنستخدم في هذه الحالة such. طيب كيف تجيكم الأسئلة؟ تجيكم بهذا الشكل، يقول لكم complete the sentences with so